المكونات اللي غنحتاجو في هذه الوصفه هذه مكونات اللي هي زوينه بزاف وكتعطي واحد النتيجه جد رائعه. اول حاجه كنحتاجو ليها هي فيتامين اي، كبسوله وحده، او يمكن الاستغناء عنه واستبداله بزيت او الجليسيرين، او يمكن استبداله بزيت اللوز الحلو حسب اللي بغيتو نتوما. ما عندكمش لا هذا ولا داك فيمكن لكم استعمال زيت الزيتون، ملعقه صغيره من زيت الزيتون. وغادي نحتاجوا الى حليب غبره، وكنحتاجوا الى هارينا فينا دي مايس اللي هي النشا ديال الذره. هذه البنات تلقاوها في ميركادونا، كتلقاوها في كوفيران، كتلقاوها في الديه، كتلقاوها في جميع في ليدل، في جميع البلايص كاينه هاد هارينا. كان يمكن استبدال نشا الذره بالارز، نشا الارز ماشي الارز، نشا ديال الرز، وكنجمعوها بالحليب، ولكن انا دابا تقاد لي الحليب فغادي نجمعها بعصير الليمون. ولكن من الاحسن انكم تجمعوها بالحليب. غير بالنسبه للبنات اللي عندهم او الرجال ولا ذوي البشره الحساسه فاحسن تفادي الليمون والتصبغات. هو كيحيد التصبغات، ولكن الا تعرضتوا به الشمس فهو كيدير التصبغات. فملي تستعملوا الوصفه احسن انكم ما تخرجوش للشمس، والوصفه احسن انها تستعمل يعني في المساء، تكونوا استعملتوها وتقريبا غادي تنعسوا من بعد او ما غتخرجوش للشمس. فعلى بركه الله غنبداو هذه الوصفه هذه. غنحتاجوا بسم الله غنحتاجوا ملعقه صغيره، انا عندي هذه كبيره غنستعمل النص ديالها، ملعقه صغيره من حليب باودر. البنات هذا الحليب باودر انا ما كنشربو من حتى شي حاجه، كنشريه للوصفات فقط. غنستعمل ملعقه صغيره من نشا الذره، وملعقه صغيره طبعا من الغسول المغربي الابيض. والغسول المغربي ما عندوش بديل، يعني ضروري في الوصفه ما عندوش بديل. كبسولات ما غاديش نستعملهم لان كما قلت لكم استعملت واحد الوصفه فيها الحليب وكان فيها كبسولات، فما غاديش نستعملها مره اخرى، غادي نحتفظ بها جانبا. وغنستعمل انا اليوم غنستعمل الجليسيرين تقريبا 3 دنو